شوفوا، والله لو ايه حصل الاهلي لازم يكسب. هتقولوا بقى في شهر رمضان، في شهر شعبان، في شهر شوال. هي قاعدة، هي قاعدة، الاهلي مش هيقع. الاهلي مش هيقع. الجونة ليه ضربة جزاء، ليه ضربتين جزاء، ليه 3 اجوان، ليه عفريت ازرق، مش هيقع الاهلي. في وجود كمان الامين عمر. الامين ده امين، امين على النادي الاهلي طبعا. محمد الشناوي، يعني انت محتاج ايه؟ في فار، في قطة، في اسد، الاهلي مش هيتحسب عليه ضربات جزاء. مروان عطية واخد اللاعب في حضنه جوه منطقة الجزاء، الفار فين؟ مفيش فار. ده بقى فار مش فار. ضربات الجزاء على النادي الاهلي حرام، حرام. لازم الاهلي يفوق، لازم الاهلي يكسب. ما ينفعش الاهلي يتعادل، ما ينفعش الاهلي يتغلب. انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ انتوا بتهزروا؟ هما الزمالكاويه دول بيهزروا؟ مش جديدة يعني. انتوا عايزين الاهلي يخسر الدوري؟ ده جنان. عايزين الزمالك يركب الاهلي في ظل الظروف اللي هي فيها دي؟ مش كفايه طلعناه من الكاس؟ ده هنحاول كمان نوقعه في الدوري. هي دي المنظومه، وهي دي الرياضه في مصر. الاهلي الكل بيخدم عليه، وخلصت على كده. ما نقعدش بقى ايه، نقول يا فاجر يا ظالم يا مش. هم عارفين ان هم فجرة وظلمة، وفيهم كل العبر، عشان خاطر الاهلي وجمهوره ينام على المخدة مبسوط وسعيد وفرحان ومتهني. هكذا الرياضة في مصر. سلام.